السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه يا هلا ومرحبتين. أسأل الله عز وجل أن يزوج شباب وفتيات المسلمين، آه وأن يرزقهم غض البصر وحفظ الفرج. بص يا سيدنا، بص يا سيدنا، أولا احنا تكلمنا بالتفصيل في موضوع الزواج وموضوع الخطوبة، وعملنا بودكاست كامل، مش عارف كان ساعتين ولا كان حاجة زي كده. اعرف ان الخطوبة ما هي الا وعد بالزواج. ايه الزواج دي؟ معرفش. الا وعد بالزواج يعني ايه؟ يعني انت رحت لحد دلوقتي، ورحت لوالد حد معين، واتفقتوا ان انت ايه، ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك، يعني ايه، عايز تتزوج البنت دي، وهم ارتضوك كشخص وكحد هم يحبوا يناسبوه يعني. فلو ده تم وكله زي الفل، فهو هيجي يقول لك والله تمام، خلاص هنعمل خطوبة. عملت خطوبة والكلام اللذيذ ده، ده كل معناه الآتي، اللي هو قال لك يا ابني لو حد جه تاني قال لي أنا عايز أتجوز بنتي، مش هجوزه، بس خلاص خلصنا. تمام؟ لا يعني أكثر من ذلك يعني. فهو وعد بالزواج. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فهو خلاص أنت خطبت، فما ينفعش حد يجي إيه يخطب على خطبتك، غير كده فهي أجنبية. والكوارث اللي بتحصل الايام دي للناس بقت بتتبسط جدا 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 في موضوع الخطوبه. فانت لو خطبت قشطه، ظريف جميل، ولكن تاني تتذكر اللي هي واحده اجنبيه. فواحده اجنبيه، فانت ما ينفعش بقى هقي ومقي وتربتقي، وتلاقي اللي انت على الواتساب وعلى البتاع وبتتكلموا على ايه، وتبعت لها تقول اصل انا ببعت لها بذكرها بقيام الليل وصلاه الفجر والاذكار والانبار والاحبار. بطيخ. ليه بطيخ؟ لان لو قلت لك هل انت عندك نسبه 0.0001 انك تتزوجه، هتقول لي بالتاكيد لا. ولو قلت لي تبقى كذاب، فاهم، بتفتري على الله عز وجل. فبنقول ايه؟ لا تتعجل شيء قبل اوانه فتعاقب بحرمانه. فانت لو خطبت من جمله اللي هو انا خلاص، انا كل تفكيري في اللي انا دلوقتي عندي علاقه اتقي الله فيها عز وجل، فما احرقش بنزين في الاول عشان الاقي اللي يغطي بعد كده، فقشطه مفيش مشاكل. انما لو انت دخلت في الخطوبه بقى وتنزل تحت بالعربيه بيب بيب تنزل لك وتروحوا وتيجوا، اصل انا بشوف العفش، اصل انا بشوف البتاع، انسى يا برنس. واكتر حد بيتاذي في الكلام ده البنات، لان هي في الاخر الولد حتى والله لو بيمشي مع بنت تلاقيه بيقول لك بقى لما يجي يتزوج يقول لك بقى انا عايز واحده العفيفه اللطيفه الخفيفه المحجبه المنتقبه البتاع. طب يا ابني انت، انا اسف، خاربها يعني. يقول لك لا بقى، ما احنا انا عايز ام العيال. فتلاقيه لبس في واحده هي بتقول له الله اكبر والبتاع، وتدخل الله اكبر. ف... ف... فاتقوا الله ما استطاع. يعني الخطوبة دي مشكلة والله يا شباب، مشكلة في هذا العصر الغريب. فانت لو انت راجل، لو انت راجل بمعنى الكلمة يعني، وقلت والله انا هخطب عشان يبقى عندي التزام، فهي حالة مرحبتين. ايه حالة دي؟ هي حالة مرحبتين وتتقي الله عز وجل في البنت دي. والله تروح مثلا زرتهم كل شهر مرة، قشطة ظريف. ولكن بقى ايه لو انت بقى في الليفل اللي بعده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يستعفف يعفوه الله، يعفوه الله. والله عز وجل قال ان تكونوا فقراء يغنيكم الله، يغنيهم الله من فضله. فانت لو خدت النية دي وتوكلت على الله عز وجل، وانت اردت العفاف، حاول تنجز في كتب الكتاب على الاقل. كتب الكتاب بقت مراتك. تمام؟ بقيت مراتك بقى تاخدها بقى تروح هنا هنا، تتصل تتكلم تعمل بتاع. المشكله اللي بنلاقي الناس كلها في الخطوبه ويجوا يكتبوا الكتاب بقى تلاقيهم في وش بعض. ما تتكلمش ليه؟ مفيش حاجه والله اقول لها، مفيش موضوع، عارف، ما تكلميش ليه؟ وهكذا بقى. وبعد كده اصل انت ما بتتكلمش وتبقى تتخانق على الواتساب لا، لا، يعني عايزين تمشوا امشوا صح. خلوا الخطوبه بتاع تدخلوا تكتبوا الكتاب، يبقى في مجال، المشاعر ما اتحرقتش، القلب ما استهلكش، الافكار ما انجلبتش كده. ف فالله المستعان. فتاني، لو الشخص هيخطب مش زي خطوبات اليومين دولت، وتلاقي اللي هم عاملين فرح، اللي هو ايه يا جدعان في ايه؟
خلاص ان شاء الله باذن الله البناء النهارده، يقول لك لا دي بتتخطب. تيجي بعد شهر في نفس البيت فرح، ايه في ايه؟ لا ده اصل الخطوبه اتفتحت الاولى، دي خطوبه تانية. الله اكبر. طب انتوا بتجيبوا الفلوس دي منين؟ فلا، لو الخطوبه هتتقي الله عز وجل وانت راجل، بحيث ان انت تبقى تقول ان انا بقى عندي التزام وعندي هدف ابص ليه، فانت كده تمام وبرنس وانا احبك. تمام. لو انت من اللي هتمشي في الناحيه الثانيه، لا اقصر، يا باغي الشر اقصر. تمام. لو كتبت كتابك ده طبعا يبقى افضل وافضل. وانصحك لو انت عارف انك هتدخل في خطوبه هتقعد 3 سنين، لا اهدى، قبل ما توصل السنه الثالثه هتكون كرهت خطيبتك اصلا. فلا، يعني حاول الخطوبه دي تكون حاجه ايه 6 شهور خفيفه ظريفه كده، وتتفق في الكلام ده من الاول. كتبت كتابك برضو ما تطولش، سنه بتاع وانجز. تمام. واستعن بالله عز وجل. والله انا دخلت كنت بتزوج، يعني انا كنت والله رحت المره لزوجتي كنت خلاص جايب اخري، اللي هو مش معايا فلوس القعده اللي هنقعدها عشان اللي هي باسمها الفرح. ربنا يجازيهم خير يعني، يسروا لي الامور يعني. فجزا الله خيرا والدي وجزا الله خيرا حماتي، يسروا عليا كثير من الامور يعني. وكانت الحاجات بسيطه، بسيطه والله بسيطه يعني. الخطوبه كانت في بيت اللي هي زوجتي دلوقتي، وكان بالكتاب مش عارف كان في قاعه، واللي هي الفرح كان برضو قاعده كده ظريفه لطيفه. والله عز وجل يبارك، والله والله الله عز وجل يبارك. والله سبحان الله لو قارنت حالتي ساعتها بحالتي دلوقتي، اللهم لك الحمد والله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والله. فأنت بس تستعن بالله كده، وتبقى أنت بتطلب العفاف يعني إيه لمراد الله عز وجل. وتروح تبص على البودكاست اللي احنا قلناه. طب انت بتقول ان الخطبه برضو يعتبر خطيبتك غريبه عنك، هل اقتراح كاتب الكتاب؟ احنا خلاص ردينا على القصه دي. وانه يخش في علاقه مع بنت وتكون حرام. طبعا لو انت كتبت كتابك وانت في الجامعه افضل كتير برضو، لان خاصه في الجامعات المختلطه، وتلاقي كل واحد قاعد مع واحده على السلم ومش عارف ايه، وبعد كده هو يطلع يتجوز واحده تانية، وهي تبقى مثلا تتجوز، يعني ممكن تقعد مثلا بالسنين لم تتزوج، وتلاقي هي ماشيه بقى، وتلاقي قصص سبحان الله والله. سبحان الله، تلاقي في الجامعه وهي ماشيه تعيط طبعا، وساعات تمشي بقى في الفالنتاين بورده بقى وبالونه آه. الله المستعان والله على موضوع الجماعة. والله أنصح أي أب، أي أب أو أي أم أو واحدة تستطيع اللي هي تهرب من أي شيء مختلط، أي شيء مختلط. والله الأجانب غير المسلمين عملوا زي ريسيرش يشوفوا فيه تأثير عدم الاختلاط على الشباب والبنات، لقوا ان كل حاجة بتبقى أفضل لما يبقاش فيه اختلاط. التعليم بيبقى أفضل، الفهم بيبقى أسرع، لأن مش كل واحد بقى بيلبس بقى الحتة الزفرة بقى وبينزل ويروح، وبقى أصل عشان ياخد باله بقى من اللينسز الخضراء. طب أنت عينيكي إيه؟ شالت العين الخضراء ليه بقى؟ في مش فاهم اللي حصل. ف الله المستعان. الله المستعان. أسأل الله عز وجل لكم التيسير، وأضحك الله سنكم. والأخ اللي بيسأل بتاع الخطبة، أسأل الله عز وجل أن يزوج شباب وفتيات المسلمين، وأن يبارك فيكم. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.